واخيرا خلصت الالبوم وزينته من بره وعملت فيه شغل تحفه من جوه وسهل قوي. مبدئيا كده ده شكل الغلاف، تعالوا اوريكم كمان شكله من جوه عامل ازاي. تابعوا معايا الفيديو علشان تعرفوا انا عملته ازاي، وما تنسوش تشوفوا بارت 1 علشان تعرفوا تعملوا الالبوم نفسه. اول حاجة اخدت علامة هنا كده عند 10 سنتي علشان هحط هنا شريط ستان علشان اقدر اقفل بيه الالبوم. هزين بقى الالبوم كده بطريقه بسيطه، هغطيه بالورق الاحمر. الورقه دي مقاسها 19 في 19، حطيت عليها كلها دبل فيس كده. ورقه مقاسها 4.5 في 19، ودي مقاسها 8 في 18. اخدت علامة عند 4 سنتي كده في الارتفاع، وهوصل النقطة دي كده بالزاوية دي والنقطة دي بالزاوية دي. هقص المثلث ده بقى، وبعدين هبدأ اثبتها هنا كده. قصيت قلبين كده، واحد كبير وواحد صغير شوية. هستخدم الغيرة، ممكن تستخدموا اي نوع لزق، وهحط كده غيرة على نص القلب الصغير، وبعدين هثبته كده. وعلشان طبعا يبانوا على الغلاف كويس لازم نحط تحتهم كده خلفية، فانا اخترت اللون الاسود. كده شكلهم بقى تمام. ممكن دلوقتي بقى نلزقهم هنا كده. كمان هلزق كام فص لولي هنا كده. على فكرة دول كمان كان لونهم ابيض بس انا غيرت لونهم بالسبراي، ممكن تستخدموا كمان المانيكير. انا اكتفيت بالتزيين ده، تزيين بسيط قوي وسهل. دلوقتي بقى هنزين الصفح. هحتاج 5 ورقات مقاسهم 18 في 18، كلهم عليهم دبل فيس كده من الناحية التانية. هزين الصفح بنفس الطريقة كده اللي عملتها في الغلاف. ممكن تزينوا الصفح كلها باللون الاحمر، بس انا هزين الجنب ده بس، وهسيب ده اسود زي ما هو. ده كده اول خطوة في تزيين الصفح، وكمان ممكن ما تعملوش الخطوة دي خالص. تعالوا نعمل بقى حاجة بسيطة لتزيين الجيوب. دي مقاسها 18 في 18، هلزق عليها ورقة مقاسها 17 في 17. عملت 5 بعدد الجيوب بتاعة الألبوم. ودلوقتي خلونا نعمل بقى شوية حاجات بسيطة من اللي هنحطها في الصفحات. ورقة مقاسها 17 في 17، هوصل الزوايا ببعض. هخلي المسطرة زي ما هي كده ماشية مع الخط ده، يعني اي خط فيهم، وهاخد علامة عند 15.5 سنتي يعني زي كده. هوصل الطرفين دول لحد النقطة اللي في النص. بعدين هتني الطرف ده لحد العلامة اللي اخدتها هنا دي. بعدين هاخد علامة عند الجزء المتقابل مع بعض ده كده، من الناحية دي ومن الناحية دي كمان. وبعدين هتني الجزء الصغير ده لجوه كده، هفتحه كده، وبعدين هقص الزوايا دي. نمسح بقى القلم الرصاص ده كله. هحط نقطة شمع كده على الطرف ده، وبعدين هلزقه كده لجوه، وبعدين هقفل الجناب كده، احط غيرة، وبعدين هقفل الجزء ده. بصوا الظرف بقى قمر. هحط غيرة كده على الجزء ده، هلزق عليه ورقة مقاسها 1.5 في 13.
وهلزق عليها كمان ورقة اصغر منها بنص سنتي علشان بس اقدر اكتب عليها، فلازم تكون فاتحة كده. حاولت اكتب عليها كده بخط لذيذ، بس طبعا بدأت بالقلم الرصاص علشان الحاجات دي مفيهاش هزار. طلعت تحفة. هنحتاج ورقتين مقاسهم 8 في 12، هلزق عليهم ورقتين مقاسهم 7 في 11. وكمان انا عندي القطاعة دي بتعمل قلوب، ممكن تعملوا القلوب بنفسكم. هلزق القلب هنا كده. دول كده بقوا جاهزين، شكلهم تحفة. في كمان خطوة نسيت اعملها هنا، هحتاج مسطرة وهحطها على كل الحدود بتاعة الظرف. كمان هحتاج قلم جاف اسود، وزينته بطريقة بسيطة كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين بقى هنحط جواه كده الكارتين دول، ودي تبقى الفكرة كده خلصت، سهلة وشكلها تحفة. نبدأ بقى بتزيين الصفحة السوداء دي. تقريبا انا هزين معاكم كل الصفحات اللي لونها اسود. بصوا شكلها تحفة. تعالوا بقى نكمل تزيين. هحتاج ورقة مقاسها 10.5 في 19، وهاخد 1 سنتي هنا كده، وبعدين هفتح المقص كده وهشد خط بسن المقص بس براحة شوية علشان الورق ما يتقطعش، وده فايدته ان انا هقدر اتني الورقة كده بسهولة. هحتاج واحدة كمان زيها بالظبط. نجيب الألبوم، هحط غيرة او دبل فيس على الجزء ده، وبعدين هثبته كده على حرف الورقة، والجزء التاني كمان وهثبته من فوق كده. هلزق من جوه كده ورقة مقاسها 18 في 18، ومن بره هزين بورقة مقاسها 8.5 في 18. وهكمل تزيين كده بدايرتين، واحدة فيهم اكبر من التانية، وهلزقهم على بعض. بصوا الصفحة بقى شكلها تحفة. نزين بقى اللي بعدها، ورقة مقاسها 1 في 10، هعمل فيها شكل كده من الأطراف، ودي مقاسها 1 في 8. ورقة مقاسها 7 في 10، هقص الأطراف بتاعتها كده بالشكل ده كده، وبعدين هثبتها في الجزء ده. هعمل شوية قلوب. رتبتهم كده لحد ما حسيت ان شكلهم مظبوط، وبعدين هبدأ بقى الزقهم. القلم الابيض تقريبا بيخلص، فهكمل بالقلم الدوكو السيلفر ده. معايا قلوب زيادة فهحط ده هنا، وبس كده. الصفحة القمر دي كمان خلصت. شايفين شكلها تحفة. وكده نبقى خلصنا الالبوم كله، وكل الحاجات اللي انتم ما شفتوهاش في الفيديو ده هنزلها لكم الفيديو الجاي. انا ما حبيتش الفيديو يكون طويل. ومتنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، ولو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. كمان ما تنسوش تشوفوا بارت 1 اللي انا عملت فيه الالبوم ده.